عاد نادي أولمبيك أس في الكرة القدم بفوز ثمين على مضيفه جوليبا المالي بنتيجة 1-0 في ماتش تلعب مساء اليوم الأحد في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية. وتلعبت الماتش في الأرضية ديال ملعب 26 مارس في العاصمة المالية باماكو تحت قيادة طاقم تحكيمي من بوتسوانا مكون من تابان كيتشابيل في الوسط، مساعدينه كل من أوكيديتس كيتسيوبي وكيغا كولو جيتسوي لوكي. وتمكنت كتيبة زكريا عبوب من تسجيل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 29، واللي حمل توقيع اللاعب صلاح الدين الراحولي من بعد باص من زميله سفيان المودن. وبهذا الانتصار تعتلاه القروش صدارة ترتيب المجموعة ب3 نقاط ثمينة ولو بشكل مؤقت حتى تتلعب الماتش ديال اتحاد العاصمة الجزائري وسان بيدرو الإيفواري. وغادي يخوض الفريق العبدي ثاني مباراة لهين في دور المجموعات ضد اتحاد العاصمة الجزائري نهار الأحد الجاي في الساعة 5 بعد الزوال في الأرضية ملعب المسيرة الخضراء في أسفي. جدير بالذكر بل الفريق المسفيوي ضمن التأهل دياله لدور المجموعات في مسابقة كأس الكاف لأول مرة في التاريخ دياله باش يمثل المغرب في هذه المنافسة القارية مع نادي الوداد الرياضي. وقعت القرعة نادي أولمبيك أسفي في مجموعة كتضم كل من اتحاد العاصمة الجزائري جوليبا المالي وسان بيدرو الإيفواري.